السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم فيديونا هو الفلافل. طبعا وصفة سهلة وكلش طيبة وكل احنا نتفق عليها. هنا أنا عندي طبعا 3 أكواب من الحمص المجروش، نقعتهم طبعا من 3 إلى 4 ساعات، كل ما يتنقع أكثر يصير أطيب. وعندنا راس بصل وكم ثوم وشوية خضرة، أي شي خضرة متوفرة عندكم حطوها، كراث، معدنوس، أي شي متوفر عندكم حطوا. طبعا هاي هنا بدينا نخلي كل المكونات بمحضرة الطعام. طبعا هاي محضرة الطعام كبيرة فتاخذ كل المكونات اللي عندنا، وراح نبدي نطحنهم طحنة كل الزينة لحد ما نحصل على قوام يعني شلون مائل إلى اللين، يعني لينة كلش تصير. كل ما تصير لينة تصير أهش وتصير أطيب. طبعا أنا مجربتها بالمثرامة، إذا شايفين عندي ريلز منزلتها بالمثرامة بالمحضرة الطعام تصير أطيب، يعني أطيب ب1000 مرة مما بالمثرامة. هسه هنا أنا بعد ما سوينا كل المكونات طحناها هيك صار قوامها. هسه عندنا بيضة وشوية سمسم وشوية بيكنج باودر. طبعا أنا ما أخليه صودة، أحط بيكنج باودر وقليل من الملح. طبعا الملح حسب الرغبة، انتو شو تريدون تخلون، ايش قد تحبون خلوا. طبعا هاي ضفنا كل المكونات اللي عندنا. هسه هم راح نعطيها خلطة وندخلها للثلاجة فد نص ساعة هيك ونطلعها للقلي. تدرون حبايبي أنا صار سنين أسوي الفلافل، بس هالمرة صارت كلش طيبة. والله صار سنين أسويها بس هالمرة صارت يعني كاملة متكاملة والله. إن شاء الله تنال إعجابكم إذا جربتوها. طبعا هسه هنا أنا راح أسوي حمص بطحينة طبعا ويا الفلافل. هاي عندي قوطية من الحمص الجاهز وقليل من الثلج وشوية روبة وشوية راشي. طبعا يصير القوام، أنا دائما أكو ما يضيفون روبة بس أنا دائما أضيف شوية روبة وياها تسوي القوام الكريمي مالتها كلش طيبة تصير. جربوها على هاي الطريقة وشوفوها. طبعا هاي هنا ضفنا كل المكونات اللي عندنا وراح نبدي نخلطها. هاي هنا أنا طبعا نسيت الحامض، ضفت الحامض وبعدين راح نضرب كل المكونات بالمحضرة الطعام وراح تشوفوها شلون راح يصير شكلها. إن شاء الله تنال إعجابكم. طبعا باعوا شكلها شلون صار، قوامها كريمي جدا يصير وكلش طيبة. طبعا هي طيبة ويا الفلافل. وهاي هنا أنا بدينا نقلي الفلافل. أنا دائما أسويها بالقالب حتى يصير شكلهم كلهم نفس الشكل نفس الحجم، وهاي فتصير حلوة كلش، فدائما أسويها بالقالب. شوية دهن غزير ونبدي نقلي، راح تصير عندنا أطيب فلافل. جربوها على هاي الطريقة وما راح تندمون أبد، تصير عينا مال المحلات. أتمنى ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب حبايبي، وشاركونا بين الأحباب.